وأخيرا أهمية توحيد صف الأمة ولم شملها على العقيدة السوية الصحيحة بفهم السلف الصالح، فإن الوحدة الحقيقية لا تكون إلا في ظلال العقيدة. وقد أحسن شاعر الإسلام إقبال رحمه الله في قوله: وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين، تساندت الكواكب فاستقرت، ولولا الجاذبية ما بقينا. وكيف لا نتحد ونحن نؤمن بالله إلهنا واحد، ونتأسى برسول كريم واحد، ونصلي إلى قبلة واحدة، ونتعبد لله بكتاب واحد خالد. وقد اجتمع حوله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وأبو بكر القرشي، في إخاء وصفاء، وفي نقاء، وفي مودة وإخاء. وكان قائلهم يردد: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وما أحسن قول الشاعر: يا أخي في الهند أو في المغرب، لا تسلني عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. لقد جرب الناس اليوم ما يسمى بالقومية العربية، فذهبت القومية العربية أدراج الرياح. وجرب الناس أيضا ما يسمى بالوطنية، الوطنية الخالية من تعاليم الدين والإسلام، فتناحر أهل الوطن الواحد، فتبا لدعاة القومية العربية، وتبا للوطنية بدون إسلام. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فلا موحد للصف ولم الشمل إلا رابطة الإسلام. هذه الرابطة التي جمعت بين سلمان وبلال وصهيب، وبين القرشيين وبين غيرهم من قبائل العرب. هذه الرابطة التي يقول عنها الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد وضع الإسلام سلمان فارسي، كما وضع الشرك الحسيب أبا لهب. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما سواه فلا عز ولا شأن. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. وعليه فإن الاتحاد على منهج الله جل وعلا وعلى خطى خير الأنام. أما الأفكار الجديدة فلن تزيدنا إلا فرقة واختلافا. هذا المنهج الذي لم شمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من حوله من قبائل العرب، وجمعهم على كلمة واحدة. وقال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فما على